كان ذلك الأمر ذما لكان علي أولى بذلك، ولا يمدحون عليا بمدح يستحقون أن يكون مدحا إلا وأبو بكر أولى بذلك، فإنه أكمل في الممادح كلها وأبرأ من المذام كلها، حقيقتها وخياليها، حقيقيها وخياليها. إذن الآن تبين الموضوع. إذن الآن تبين الموضوع. إذا كنتم تذمون أبا بكر لحزنه على النبي صلى الله عليه وسلم هذا أمر مذموم، فليكن الحزن الذي نسبتموه إلى فاطمة أمر مذموم من باب أولى. لكن المدلس ما بين للناس هذا التبيين الذي أبينه أنا وأقرأه وأشرحه من كلام ابن تيمية، فتبين أنه مدلس وأنه اقتطع عبارة نعم وصرف الناس عن أولها وآخرها. لماذا؟ ليوهم الناس أن ابن تيمية إنما أراد أن يطعن في أهل البيت ويقول أنهم طلاب دنيا. لا، حاشا لله. نعم، جزاك الله خير. حفظك الله حبيبي، بارك الله فيك وجزاك الله عنا خير الجزاء. الله يحفظكم. جزاك الله خير. موضوع آخر بالنسبة وجزاك الله عنا خير الجزاء. الله يحفظكم. الوعد اللامي أحد المقابلات ويا الشيخ العرعور. نعم. تفضل. تفضل يا أستاذ حمدي. اي نعم، كان يستشهد بقائد عمليات المنطقة الوسطى اللي اسمه عثمان الغانمي، يقول هذا إنسان سني، والحقيقة هذا أنا أعرفه هو إنسان شيعي. كان يقول يعني أنه إحنا ما عندنا تفرقة بين السنة والشيعة. أخ حمدي من العراق، عذرا لك، أعتقد تم القطع من عنده ليس من عندنا. حاول اتصال مرة أخرى أخي حمدي وإن شاء الله تخرج معنا على الهواء. معنا اتصال آخر، الأخ أبو مجد من لندن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخي مصطفى، وحيا الله شيخنا الحبيب أبا عبيدة الشيخ الدمشقية، بارك الله فيك. حياك الله حبيبي، أهلا وسهلا، تفضل. اسمح لي يا شيخنا، الآن جالس والله بحتفل، بتناول مادة الكيك احتفالا باعتراف الحيدري بالحديث النبوي الذي يقول أن لله أصل. الغريب يا شيخ بارك الله فيك، يطرحون علينا مواضيع للأسف نبحث عنها لا نجدها في كتبنا ومصادرنا المعتمدة. نعم. في الوقت اللي لما نبحث عن هذه المواضيع نجدها في أمهات كتبهم المعتبرة. فمثلا يا شيخ الشاب الأمرد وجدناه في بحار الأنوار. نعم. إذن الآن تبين الموضوع. إذن الآن ظهر الحق تبين وبان. اخفض الصوت يا ولد، اخفض الصوت يا ولد. الآن ظهر الحق وبان اخفض الصوت، اخفض الصوت. الآن ظهر الحق وبان الصبح.